بلا شك تساءلوا كيف ما كنتساءل أنا أيضًا أين اختفى المؤثرين اللي كانوا موجودين في كأس العرب، يمدحون، يطبلون، يزمرون للبلد المنظم لكأس العرب. فجأةً المملكة المغربية اللي كتحتاجهم واللي كتحتاج أبنائهم اختفوا عن الساحة، وهُم حاليًا كيشوفوا بأعينهم ما تتعرض له المملكة المغربية من تشويش، لا من بعض الإعلاميين ولا بعض الصفحات ولا بعض القنوات، وتبخيس المجهود الكبير اللي قامت به الدولة في إنجاح وفي تجهيز البنية التحتية. أين اختفوا هاد المؤثرين اللي خاصهم يخرجوا ويصوروا ويلوحوا الفيديوهات؟ حاليًا والله العظيم إلا في حسرة في قلبي أشاهد هذه الخرجات الإعلامية اللي كتبخّس من المجهودات ديال الدولة. أقولها أن سابقة لأول مرة في إفريقيا هذا التنظيم الجميل وهذا التنظيم بهذه البنية التحتية. تصور معي أيها المشاهد، المملكة المغربية جهّزت 9 ملاعب من خيرة الملاعب في إفريقيا، بل مصنفة عالميًا ما شاء الله، ولم يسبق لأي دولة إفريقية جهّزت 9 ملاعب. تصور معي أيها المشاهد الكريم أن الدولة المغربية جهّزت لكل منتخب فندق مصنف 5 نجوم، ولم يسبق لأي دولة إفريقية أن فعلت ذلك. تصور معي أيها الأخ المشاهد أن الدولة المغربية جهّزت لكل منتخب ملعب خاص للتداريب، ولم يسبق لأي دولة إفريقية جهّزت. تصور معي البنية التحتية يا أخي الكريم في الرباط، خاصةً مطارات من خيرة المطارات، مصنفة عالميًا بنية تحتية، لا من السكك ولا من النقل ولا من المطارات الجميلة. كل هذه البنية التحتية ما تزيدنا إلا تشبُّثًا وفخرًا بهذا الوطن واعتزازًا. أقولها صراحةً، الرباط وأنا أصوّر لكم هذه الفيديوهات صراحةً جميلة كل جمال. خاص غير بعض المؤثرين أنهم يقومون بنقل هذه الصورة الجميلة لهذه المدينة الجميلة. تصور معي هذه المدينة فقط لوحدها 4 ملاعب من أجود الملاعب، فنادق 5 نجوم ما شاء الله، بنية تحتية لا من الطرق ولا من التجهيزات. ويبخسون هذه المجهودات، يريدون تشويه صورة المغرب. كفاكم، سنقوم بفضحكم واحد بواحد. وها هو يجيكم الرد من أكادير، وما أدراك من أكادير، جمهور غفير ما شاء الله، قالوا أن الملاعب فارغة. يأتيهم الرد من أكادير والجمهور غفير، 40,000 مواطن يشاهد مقابلة مصر ويشجع البلد العربي مصر ما شاء الله. أقول لكم أن المغاربة عندما يحضرون سيحضرون